وعليكم السلام. اهلا موح، اهلا سي فتحي. هالقناة هذه رانا ودي رانا نخدموا فيها ان شاء الله. حالينا دوزيام لايف، لازم 3 لايفات باش كاش ما تعود تمشى شويه. بارطاجوا خاوتي، ربي يحفظكم. واحد مي بكره في العالم العربي كامل راه راقد، ما تخدموش ولا ياه. يعطيك الصحة فتح. اهلا موح العزيز، شكرا شكرا جزيلا، بارك الله فيك. عمك تبون الاعمال اللي يعميك ينعطي زمك صباح ربي. شكرا موح وفتاح، ربي يحفظك. هذه القناة المقبلة بإذن الله على صباح ربي. تحياتي خويا أليكس، أهلا بك. صباح الخير العزيز. إياد يا إياد، حرية لمعتقلين الرأي. والله يا أخي فتاح، والله لن يتحرر المعتقلين إلا بخروج الحمرة والبعرة والهجوم على العصابة الحاكمة، سينو أقسم بالله العلي العظيم ما يتحرر حتى واحد. هذاك تضامن ووضع الصور والكلام واللي لايف لا يجدي نفعا إلا الهجوم على المرادية والهجوم على وزارة الدفاع خويا موح. بالكش اي خويا اياد، بالكش يفيقوا ما نعرف ما ادريش. المشكل تاعنا حنايا الجزائريين، المشكل تاعنا الجزائريين عندنا قلبنا ابيض، قلبنا ابيض مع النظام وقلبنا كحل مع بعضنا. هاي المشكل تاعنا وين. حنا تلقى الجزائري ضد خوه ولد كرشمو يضارب معاه بالمواس، مع جارو، مع ولد عمو، مع ولد خالو، بصح شوف النظام يولي كي الطفله. شكرا العزيز. دي جي 75، شكرا بارك الله فيك. بارطاج برك. سمعت خويا العزيز، باش يتحرروا المعتقلين لازم الشعب يخرج، لازم الشعب يصدم على العصابة الحاكمة. سمعت العزيز، صباح الخير، بارك الله فيك. هذه هي. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. البارتاج التكباس والبارتاج. معتقلين يحررهم الشعب، ما يحررهمش القضاء البائس، القضاء العميل تاع الجنرالات. نهارك زين. الزول من الاخر، كلام مجرد كلام، باكش تبعينك سبحان الله. شكرا دي جي 75، بارك الله فيك. باكش تقول البارح خرجوا في الرباط بعشرات الالاف على جال واش؟ على جال غزه. داكور، شيء جميل، بصح تخرج على جال واش؟ على جال باش تبرد الفرفاره فقط، باش واحد ترمته حمراء شاعله فيها النار، زعما شغل غايض الحال لما يحدث في الجزائر، في المغرب ولا في الجزائر، ومن بعد يخرج يهايط بري بالستاين، بري بالستاين، مع الاخر ما يدير والو. علاش؟ على خاطر من يمنع فلسطين من التحرر هي الأنظمة العربية، لأن الأنظمة العربية هي مشروع صهيوني خويا العزيز. إذن صباح الخير خويا السادي، أهلا بك. بارطاج برك خاوتنا. المشكلة في المسيرات اللي ما تجيبش التغيير، ما عندها حتى فائدة، تضييع للوقت فقط، تضييع للوقت. حتى النظام الجزائري يكون يخلي. يا خويا العزيز، هذا كونت جديد، حليت زوج اخرين جدد، على خاطر الاول والثاني والثالث هذاك ديما مسينياليين. شكرا خويا موح، ربي يحفظك. انظمه هذيك تشوف باللي اشتد عليهم الحصار من طرف الشعب، واش يدير؟ يخليوه يتظاهر، يخليوهم في المغرب يتظاهروا. ولكن اين الحل؟ اين الحل يا ربك؟ اين الحل؟ ما كانش.
ما كاين حتى حل إلا حل واحد، وهو إسقاط الأنظمة بالقوة. إسقاط الأنظمة بالقوة. كلام غير هذا ما عندك، ما راح دير. يخرجوا للمطالبة بالتغيير، يشبعوا عصا، يشبعوا عصا، بصح تخرج من أجل فلسطين يخليوك. هكا يديروا في المغرب، حتى في الجزائر. في الجزائر ما يخليهم يخرجوا من أجل غزة لا والو. علاش؟ على خاطر الشعب هنايا تتفرق نوعية تاع الشعوب. كاين شعب عنده شوية حرارة، وكاين شعب ديوث، شعب طحان، شعب عطاي، شعب ملحد. هاكم شفتوا ما حدث قبل يومين في ساحة، في مقام شهيد. مقام شهيد، بلاد المليون والنصف مليون شهيد، بلاد المليار شهيد. خارجين الملاحدة يحيون طقوس الشيطانية. شكرا ليك تا يا خويا العزيز دي جي 75، بارك الله فيك انت. يحيون طقوس شيطانية في بلد يدعي أنه مسلم وأنه مع فلسطين ظالمة ولا مظلومة. تخيل، تخيل. والله غير تحير، سبحان الله غير تحير. صح، نظام الشديد الملاحدة يموت عليهم. واش بيك تايا؟ على خاطر حنا اللي حاكمين عليهم مسلمين، ماشي مسلمين، هما اصلا مشروع صهيوني. الجنرالات في الجزائر ولا الملك في المغرب ولا في تونس، هذو اصلا مشروع صهيوني. تحية العزيز، بارك الله فيك. هذو مشروع صهيوني. جود لايف، جود لايف، جود لايف. اذا السلميه تاع زبي هذه لا تجدي نفعا مع هذا النظام. الخروج هذاك تاع ثورتنا سلميه، شفتوش لابوليس؟ لابوليس نهار الاول كانوا يشبعوا ضرب في الشباب المغربي، شبعوا ضرب اللي ديني عمر الصافيط، عمر فولو. ومن بعد كي ولا الاعداد ضخمه، واش ولا يدير؟ بعث الابواق تاعو ولا يقول لهم السلميه، السلميه، السلميه خاف عطاي. كي يشوفوا باللي الشعب صح انتفض ويريد اسقاط النظام، يولي يقول لك لا لا سلميه وثورتنا سلميه وحذاري تخرجوا من السلميه. صغير تتراجعوا شويه ينيكوك، يستعملوا معاكم العنف. دركا في المغرب تكسر سطافات تاع المخزن 30 سنه سجن. علاش؟ على خاطر انت سلمي. انت سلمي تخرج تعيط تقول فري فري باليستاين، يخليك ساعتين ولا ثلاثه ومن بعد ترجع للدار. بصح باش تخرج تقول لهم اعطيني حقي، راني في بلادي، تشبع عصا. العصا لمن عصا، ولفوكم العصا. خاطر شعب تاع عصا للاسف، ماشي غير الشعب المغربي ولا الجزائري، الدول العربيه كاع والله العلي العظيم غير كارثه. هم بداو يتراجعوا في المغرب، راكم شفتوها يوم بعد يوم تتراجع المظاهرات. علاش؟ خاطر ما راحوش للهدف، على خاطر المطالب محدوده، مطالب ليست مطالب جذريه كما نقولوا حنا للقضاء على العصابه الحقيقيه في الحكم، وهي العصابه الملكيه. تخرج تاهي تهضر وتقول قصر الملك يعطيك الصح، تخرج انت وتعيط وتقول نريد اسقاط الفساد وتعاش الملك. العن الشيطان، العن الشيطان. بمن راك تتمنيك اخي العزيز، اخي الكريم؟ بمن تتمنيك؟ بمن؟ اصلا الفساد هو الملك، الفساد هم الجنرالات، الفساد هو قيس سعيد، هذا هم الفساد انفسهم. انت ما تقدرش تطلب مطالب ثانويه، لازم تكون مطلب تاعك يكون رئيسي. يعني مطلب الرئيسي يعني طير راس الفساد، لازمك تطيره. وراس الفساد من هو؟ هو الملك، هو الرئيس، هم الجنرالات. هادو هما راس الفساد، راس الحنش. السم وين بلاصه؟ اللفعه وين عندها السم؟ في قحه، في زكه، وين عندها؟ عندها في راسها. اذا يجب قطع الراس تاع اللفعه باش تتهنى من السم. باش تمنع من السم لازمك تطير لها راسها. كذلك النظام في المغرب والجزائر وتونس. هذه هي. شكرا العزيز على الورود، بارك الله فيك. ما يحشيو لكمش خاوتنا، واحد ما يحشيها لكم. المطالب تاعك لازمك تكون مطالب اساسيه وليست ثانويه، وهي اسقاط النظام.
ربح. اسقاط النظام هو اللي راح يرجع بالخير على البلاد وعلى الامه كذلك. كي نقولوا الامه معناها خاوتنا في فلسطين. خاوتنا في فلسطين عامين من القصف والقتل والهرج، عامين. اليوم راهي صبحة 7 أكتوبر، عامين. في مثل هذا اليوم من 2023 انطلقت حرب التحرير، وهي تحرير أرض فلسطين، ولن تنتهي. على خاطر المغرب فيها رجال بالسلاح وما حبسوش، بالقتل والقصف والحرقهم وما أحياء، التهجير وما حبسوش. حنا يخرجوا لنا بوليسي المغربي ولا الجزائري ولا التونسي، يخرجوا له بوليسي يهرب كي القحبه للدار. واجاني المخزن الزرويطه وضربني بالعصا، يهرب كي القحبه للدار. بينما اخواننا في فلسطين يضربوا فيهم بالصواريخ، ومع ذلك لم يتراجعوا ولم يقبلوا التهجير. احنا التوانسه والجزائريين والمغاربه قبلنا التهجير، هجرونا الانظمه هذو، رانا نطايشوا بالملايين في اوروبا. بينما الفلسطيني وليد غزه لم يقبل التهجير ويريد اسقاط الطغاة بالسلاح. الجزائري المغربي والتونسي الهربه، نروح بلبوطي، نروح نجيب الريالات ونصيفط المغرب ونشري الرمل ونشري السيمه ونشري الحديد ونبني الدار للوالده وندي للوالده للحج، والوالده نشري لها سياره، والوالده ونيك الوالده هذه، نيك الوالده هذه اللي راح تهجرنا وتنكنا وبلادنا راحت ورانا داخلين في الالحاد. اش ما بقات والده ولا زبي؟ الوالده باش ترضى عليك روح ربك موت شهيد، والله روح طيح النظام. الوالده عايش على ربها، بعيد عليها زبي ب 30 سنه في ايطاليا. كاين الناس عندنا لقيت مغاربه انا عندهم 40 سنه، الوالده مات في البلاد وهو مازال مطايش هنا عايش مع الطلاين يا زبي. تجي تقول لي انا الوالده ما الوالده، نيك الوالده هذه الوالده. لازم يعيش راجل، لازم يقول كلمه الحق، لازم يحرر بلادو. زبي الواحد ما يقدرش يقول كلمه في الجزائر، تقول كلمه ينيكوك، تقول كلمه الحبس ياكلك. كلمه واحد ماشي كلمه ما تقولش. الجزائر ما تهضرش، بالكش في المغرب ما يهضروا يديهم الحبس، في الجزائر دير رجال في فيسبوك يديوك الحبس. واش هذا المذله، واش هذا الرخص اللي وصلتوا له يا زبي؟ رخص حقيقي يا زبي. في تونس السيد انتقد في تونس انتقد الرئيس في فيسبوك اعدام، عطاه ياكو غير يقتلوه، والله غير نيكو يقتلوه، ياكو غير نيكو يعدموا. رب استغفر الله يا ربي يعدموكم كامل. يعني واحد ما يغيرني والله، اي واحد يهضر يدينيك ويعدموا قيس سعيد والله ما يغيرني. علاش؟ خاطر كنتوا ضد النهضه، كنتوا ضد المسلمين، ناس يقول لكم اتقوا الله، كنتوا تريدون الحريه في تونس. هاي الحريه عطاي، ها جاب لكم ربي واحد اعطاكم الحريه صح في تونس، وجاب لكم ربي الجنرالات يحويوا فيكم ليل ونهار في الجزائر، وجاب لكم ربي ملك رخصكم الزبي، قلبها المغرب هذيك قلبها بؤره تاع فساد وبؤره تاع دعاره للعالم، والمغاربه منها هاربين يا زبي، هاربين اوروبا مساكن. هاي تغلي انا بالمغاربه زواوله زبي، تغلي بالملايين، جزائريين توانسه بالملايين يا رب. تونس فيها 12 مليون تونسي، بقاو 2 ملايين في زبي. تونس بقاو غير الشياب والكلاب، تونس كامله هنا زبي، راهي كلها في ايطاليا زبي، بسبب هذا الشعب المذلول اللي يخرج في مظاهرات ومن بعد كي يزبي، من بعد كي يدور على هضرته. تخرج تطيح النظام في تونس ومن بعد سي بون خلاص، خليت بقايا النظام حشاوها لك وجابوا لك قيس سعيد، جابوا لكم النبع. نحن هنا في تونس وسنضرب العدو باذن الله بالهريسه والكفتاشي. زبي جايبين لنا مهبول حاكم تونس، انسان عنده توحد، انسان الزبي مريض نفساني، هذاك مريض، هذاك بلاصتو سبيطار زبي. والله الجنرالات قتل الفجر بلاصتها من الفينقا يا زبي، والله الا كارثه، اقسم بالله كارثه عظمى صح وصلنا لها. اذا
يا الشباب المغربي، يا جيل زاد والله جيل زبي ولا كيف يقولوا، يا جيل زاد اذا ضربت فاوجع. خرجوا ولاد القحاب بوك ولا دوك زعما لي تيك توكر هذوك ولي فيسبوكر ولي يوتيوبر، خرجوا كل ضدكم. مع الاول قال لك والشباب وكذا منا، ودوك كل داروا عليك مازال. علاش؟ خاطر كي تخرج لازم تفرض القوه تاعك، لازم تفرض القوه تاعك وتروح تضرب ديريكت. تضرب، لا المماطله محشيت لك، محشيت لك. الثوره غير تفوت 3 ايام 4 ايام وتبدا تتراجع، نحشت لكم. من نهار الاول بعديتك قصر الملك، من نهار الاول بعديتك قصر الرئاسه في الجزائر، من نهار الاول بعد قصر قرطاج في تونس. تخليش انت التماطل هذاك من بعد تدخل الثوره المضاده. شفتوا في المغرب لابوليس كيف خافوا ولاو يقول لك سلميه سلميه، لا سلميه. علاش؟ خاطر شافوكم وليتوا فيه بزاف، ودرك هاو الحاجه نتاعكم بدايه تقلص، درك ينيكوكم، درك ينتقموا منكم شر انتقام، لان كل من يقوم بنصف ثوره كمن يحفر قبره بيديه، كما قالها جي جيفارا. ماشي قبر امه بيديه، قبر السوه تاعو بيديه. اذا الخروج اللي ما يديش القصر الملك وقصر الرئاسه في الجزائر وقصر قرطاج في تونس غير ما كان لا. درك دوك الاحرار مساكن الزواوله خيرة ما انجبت المغرب وخيرة ما انجبت تونس وخيرة من انجبت الجزائر، راح يزيدوا يجروا على ربما يروحوا للحبس برك. زيد ديهم الحبس ونبقاو نبكيو على كيما بكينا على الزفزافي ضربوه ب20 سنه، دوكا نزيدو نبكيو على جماعه جيل زاد. علاش؟ بسبب السلميه. وانا هنا لا اتحدث عن المغرب فقط، بل اتحدث عن المغرب وتونس والجزائر. هاوك الجزائريين كي خرجوا بالسلميه في 2019 هم الالاف في السجون، وزادوا خرجوا قرابه مليون في 6 سنوات هادو، زادوا خرجوا مليون لاجئ الى اوروبا بسبب النظام الجنرالات. وتونس حدث ولا حرج. وماذا استفدنا؟ القلاوي. الشيء الوحيد اللي استفاد منه الشعب المغاربي هي زوز قلاوي تاع الفيل، زوز قلاوي تاع الفيل، هذا ما استفدنا. اذا الثوره التي لا تسقط الملك ولا تسقط حكم الجنرالات ولا تسقط قيس سعيد العتروس، ماذا تتمنيك؟ خي يقولوا الضربه اللي ما تقتلش تقوي. انت كي تخرج تضرب النظام وما تقتلوش راح تزيد تقويه، راح يزيد يولي يتفرعن. دوك تشوفوا الايام المقبله اذا توقف جيل زاد عن المقاومه هذا المفسدين الحقيقيين، ماشي ديك تاع وزير الصحه وزير الشعر ووزير القلاوي، لا. اذا لم تسقطوا النظام الملكي في الجزائر في المغرب، انتظروا الديكتاتوريه الحقيقيه. نيكم ما راح ينتقموا منكم شر الانتقام. والرجال اللي بقاو في الشباب هذوك يقلبوكم كاع عنقوشه، يقلبوكم كاع مثليين. تولي تخرج تقول نيكوني نيكوني، كي تخرج برا تعود تقول نيكوني. نعم، اقسم بالله تولي تصرخ تقول ما فعلوا فيا. لهذا المطالب لازم تكون مطالب جوهريه رئيسيه، وهي اسقاط الجنرالات واسقاط الملك واسقاط قيس سعيد، وليس مطالب ثانويه وزير واسقاط والي واسقاط شيف دايره واسقاط كويل تمنيك عيب والله الا عيب. ما ثوره ما زب يعني. تخيل الجزائريين يا ربك في 88 قدموا 500 شهيد و2000 جريح، ومع ذلك خرج الشادلي بكى لهم والله فهمتكم، انا توا فهمتكم كيما دار على بالك قبل ما يدير هذيك اللي دارها زين العابدين في تونس هذيك، وتعلمها من الشادلي في 88. توا فهمتكم ولا توا خرج قالنا توا فهمتكم الشادلي. داب انيمال يا ربك، جامي قرا زبي. حاكم رئيس، حاكم شتو تبون برك، تبون داب انيمال يا ربك، حاكم دوله. تساعدهمش وما تساعدهمش هذو النظام الغربي على راسهم امريكا واسرائيل، ما تساعدهمش واحد مثقف ولا راجل ولا يحكم دوله عربيه. اصلا هما على حساب استخبارات الروسيه فضحت عن تقرير يتكون من 30 بند، يا 5 بنود، والله ماني شايف قد البنود، المهم 50 ولا 5 ولا قسموا، المهم بنود تكشف على المشروع الصهيوني الامريكي، ومعهم حلفاء هي بريطانيا وايطاليا والمانيا، هما في 5، على الجعل من الدول
العربية قواعد لإسرائيل، هي دولة إسرائيل الكبرى بإذن الله. هكا قال لك حنا بإذن الله باللغة تاعها نكموا من المشرق العربي إلى المغرب العربي كامل، سيطرة تامة على الحكم وعلى الشعوب المذلولين، بقيام 100,000 مدينة جديدة، بها بالكنائس تاعها، بها بالجامعات العبرية. والبند واحد اخر ثاني يقول تعميم اللغه الانجليزيه والعبريه يصبحوا لغه العالم، العبريه تولي لغه، تخيل، لغه العالم تولي العبريه، اللغه الصهيونيه الارهابيه تولي لغه العالم. شوف المشروع تاعها. وحنا يخرج واحد عطا يقول لك وعاش الملك وفيف لوروا وفيف السوا تاعك. الناس تخدم، الناس ما رقدتش، الناس ما ترقدش يا ربك، وما رقدتش من قبل ومش رايحه ترقد. الامريكي والصهيوني والايطالي العنصري والبريطاني العنصري والالماني العنصري راهم اتحدوا ورايحين يديروا لكم دين، يقولوا له الدين الابراهيمي الجديد، الاسلام المعتدل، الاسلام تاع 2050، باش يسيطروا عليكم يا الشعوب الغبيه اللي راكم خارجين تقولوا سلميه سلميه نريدها سلميه لا للتخريب. احنا رانا ضد التخريب، خاطر الطوموبيل هذيك اللي تكسرها ايها الشاب هذيك من المال تاع الخزينه المغربيه، هذيك من اموالك انت بالذات قاعد تكسر فيها. كسر راس اللفعه، ما تكسرش الطوموبيل. ني كسر البوليسي، كسر الدرك يولد القحبه، بصح ما تكسرش الطوموبيل. نعم. أظن أن كلامي وصل إلى الجميع. تبداوش تتقوحبوا، ما تبداوش تتقوحبوا. هذه تاع تخرج بالسلميه وزبي بالسلميه. على هنا اوروبا كيف حرروا اوروبا؟ بالسلميه. تمنيك نص طلاين ماتوا، لي فرنسي نصهم ماتوا، الاسبانيول فرانكو دار فيهم الزب، قتل مئات الالاف. شوف اسبانيا كيف ولا، وانتم زبي قاعدين تنيكوا في الطاجين وتنيكوا في الزيت العود وتنيكوا في الزعتر والبيض المغلي وضربوا في البطيزم هذيك البيصاره، وحبيتوا زبي وحبيتوا تحرروا بلادكم. تمنيكوا بيا. لازم تجوع، لازم تقدم الدم باش تحرر بلادك. ما تقدمش الدم ناكت عليك تعيش عبيد ويزيدوا تولي ملحد، يسيفوا عليك تولي ملحد. بلا تيزم العرب كامل يوليو ملحدين. تفكروا كلامي. والقران هذا تعودوا ما تعرفوش ربوا، تعودوا ما تعرفوش شو القران هذا. ني كومونيسي وكان فيه القران مرجعيه قرانيه ودين الاسلام هذا ني كيما راح ينحيوه لكم. انتم بقاو بركه. وعاش الملك وتحيا عميت بون وعاش قيس سعيد. هنا زبورمكم. بارك الله فيكم خاوتي، يعطيكم الخير. شكرا لكم جميعا. يسقط نظام العسكر. يا ولدي كون غير جا عسكر، هذاك نظام العرايه خويا فاتح، هذاك نظام العرايه، نظام العسكر وفي شمال كوريا الشماليه. سي كي تقول لي نظام عسكر قوي يخدموا القنبله النوويه، هذه يخدموا القلاوي. ماذا يصنع الجيش الجزائري؟ القلوه. يظلوا ينيكوا في بعضهم. عندنا 500,000 جندي يظلوا ينيكوا في بعضهم. المزيه سترنا ربي ذكر ما يولدش. تخيل لو كان الذكر يولد في الجزائر، لو كان الجيش الجزائري راه ربك عندنا 3 ملايين عنصر الزبي. الحمد لله يا ربي باللي الترمه ما تجيبش الاولاد الزبي. يلا خاوتي بارك الله فيكم، تحياتي، نهاركم زين. بابونيو في زب القناه جديده هذه، والله ما رانا حابسين. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.